أو أهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا رب. كنت عايز اكلمك كده في موضوع بتاع فلسطين ده. هل انت شايف ان المقاومة دي هتقدر تكمل ولا بلح كده؟ كده بقى يعني يعني عملوا كل ده ومسميه بلح. لا انا مش قصدي كده، بص انا حبيبي، قصدي هل ب- بعد كده بص حبيبي، ممكن يحصل؟ شوف انت الجيش اللي بتقوله رقم 13 واللي خارب بيوتنا ومستعبدنا بقاله 80 سنة، لا يجرؤ لا يجرؤ أن يتخطى الحدود. يتخطى بس الحدود، مش ده يخش يعمل كل اللي عمل، ولا يستطيع. لا يجرؤ ولا يستطيع. بس هو تخيل. يستطيع، بس هو لا لا يجرؤ. لا بس هو يستطيع. يستطيع. لا يستطيع هذا الجيش بهذا التكوين وهذه العقيدة، لا يستطيع أن يتخطى السلك الشائك، مم. لأنه مش بس ما انت عندوش عقيدة قتالية، ما عندوش. ده داخل عشان يخدم سيادة اللواء، وعشان ينفذ أوامر وعشان يبقى عبد للمأمور، مش لله. إنما الناس اللي دمروا الحدود وفشخوهم كده، دول طالعينها لله. ما هنا ده الفرق، بنقول العقيدة. ما احنا بنقول للناس أدخلتم الإسلام بعد أم لا؟ الإسلام بعد أم لا؟ لما بقول لواحد انت لسه ما دخلتش، يقول لي يا عم ده انا بصلي، بس راقب نفسك كده، شوف انت دخلت الاسلام الاول ولا لا. واحد يقول لك ده انا صح. كفرت، يقول لك لا انا تركت الاسلام. وانت كنت دخلته اقص امك عشان تتركه؟ يقول لك لا انا مولود مسلم. هو ابوك كان دخله يا ابن المتناك عشان يتركه؟ وانت عشان بتشوفه بيصلي وبيصوم كده بقى مسلم؟ الكفر بالطواغيت هو بابه الاسلام. كفرت بالطاغوت وامنت بالله وقدره الله، بانه هو القوي، انه هو الرازق، هو النافع، هو الضار، هو الحاكم، هو الآمر، إلى آخره. مم. ده جدي تمام. وجدك وأبويا وأبوك كانوا بيخافوا من أمين الشرطة، من العسكري. ما حاولوش حد. لا لا، ابويا ما كانش بيخاف من امين الشرطة او العسكري. الحمد لله. الحمد لله. ابويا كان لواء يعني، فما كانش بيخاف من امين طيب الشرطة كان والعسكري. في حد أكبر منه كان بيبعبص، وزير الدفاع مثلا. هو لازم لا لا. يتبعبص. بص، في منظومة الطواغيت لازم هيلاقي صباع على قد تيزو وعلى مقاس تيزو، ما تخافش يعني. حتى الرئيس في منظومه الطواغيت هتلاقي في زي امريكا مثلا بيتاك من بيبعبصوا. امريكا. ما هتلاقي لا حد بيتاك من يبعبصه، امريكا. لازم هتلاقي حد بيبعبصه. ولو يعني ما لقيتش ولا حاجه وعامل ابو، هتلاقيه شايل له في غرفه نوم اللي جنبه خمسه سته عيال بينكوه. يعني. بس هل حياتنا. هتكمل الحركة يعني هل حبيبي، هتكمل الضرب بتاع فلسطين حبيبي، ده؟ حبيبي، مم. ما هم شغالين اهو، لا اله الا الله. هم الناس وقفوا. يعني هل هم هيقدروا عليهم؟ يعني هيحصل كده حبيبي، كده رد من اليهود؟ الحرب شغاله يا حبيبي، احنا نعرف. اه يقدروا بعد كل اللي عملوه، ما خلاص كده علموا عليهم. بص، في حاجه اسمها الهيبه. مم. بعد ما جرجروهم في الطين وكسروا هيبتهم، خلاص اللي جاي اقوى بقى. حتى لو فضوا وقفوا اشتباكات اطلاق النار وتبادل ومش عارف ايه، المقاومه في غزه علمتنا ان كل حرب بيخشوها بيكون في تطور نوعي رهيب، وهم اثبتوا ذلك. طب الحرب اللي بعدها يوصلوا فين بقى؟ تل ابيب. بس ما ينفعش يبقوا لوحدهم بقى، لازم العرب برضو احنا بقى يتحدوا. بنقول يا رب اهو، بنقول يا رب، بنقول يا رب، يا رب. بنقول يا رب. تحياتنا ليك يا غالي. تحياتنا ليك، مع السلامة. مع السلامه يا جدعان. فريد شيرك بيجيب غيرك يا معلم. تكبيس وشير. دراجون اتفضل. واحد بيقول لي لو السيسي قال لك سامحتك من قلبي يا حبيبي ترجع مصر، طبعا ارجع مصر عشان انيكه وعلى الهواء مباشره. انا قلت لكم هدفي انيك السيسي، وانيك جيشه، وانيك شرطته وقضاءه ومحلياته، كل الدوله الفاسده. مسامحني هنزل انيكهم برضك. ويعني عدم السماح، انت لما تكون ابوك لما تخانق مع امك وامك زعلانه وبتاع، وبعدين يطلع خلاص يا سي بهجت سامحتك، هيعمل ايه؟ هيخبطها مسمار المتين النفس الليله دي، احلى مسمار يا ابن الكلب. امك بتتخبطه لما بيكون ابوك يعني حصل الصلح يعني بعد الصراع، هو ده المسمار اللي هياخده السيسي ان شاء الله. يلا يا رجاله، يلا يا رجاله، تكبيس والشيخ.
فريد دراجون. تكبيس وشير. السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ ازيك يا عم بهجت؟ سامعني؟ متحدث باسم الجيش الإسرائيلي. عدد الرهائن الإسرائيليين العسكريين والمدنيين كبير، والوضع يتطلب ردا غير مسبوق. أهلا وسهلا يا أستاذ. ازيك يا عم بهجت؟ عامل ايه؟ الحمد لله يا فندم، أهلا وسهلا. والله يا عم بهجت، الواحد صحي على احلى خبر في حياته امبارح. احلى خبر اللي هو الخبر اللي حصل في فلسطين. طيب أنت ناوي تعمل يعني إيه؟ واحد، يعني الخبر ده انا ما انا ما اتفضل انا بقى بكلم حضرتك عشان كده. اتفضل. انا بقى ايه اقدر اعمله؟ نفسي اساعد، الخلية نفسي اعمل حاجه. الخلية وعليك بجيش فوزية. طب والله انا معاك وكلامك صح، بس انا لحد دلوقتي مش لاقي حد في المكان اللي انا فيه اعمل معاه خليه. تفكيرهم غير التفكير اللي انا بفكر فيه. حبيبي لوحدك لم معلومات ويعدلها المولى سبحانه وتعالى. يعني افضل على الموضوع ده الم معلومات، لم معلومات وتدرب وتمرن واعمل شغل ما حصلش زي ما بيقول، وربنا يعينك. يعني انا بحاول بعمل في الموضوع ده فعلا. يا رب يا رب اعمل حاجه. الواحد فعلا نفسه يعمل حاجه للقضيه دي بالذات، نفسه يعمل حاجه. يعني يا رب يقوينا ونقدر فعلا نعمل حاجه. اللهم امين يا رب. تحياتنا ليك يا غالي. بشكرك حبيبي يا عم بهجت، بشكرك جدا وبشكر كل الناس اللي تكرم معاك تكرم. حبيبي. شكرا لك يا فريد. أحمد. السلام عليكم. نبدأ الصلاة على النبي عليه الصلاة عليه أفضل والسلام. الصلاة والسلام، عليكم السلام. ودعواتكم الله لأهلي وبركاته. وأهلنا في قطاع غزة بالنصر إن شاء الله. أولا أستاذ بهجت، خليني أوفيك بالمعلومات عن الأخبار الجديدة اتفضل زي يا ما سيدي عودتك الناس. أمس، اتفضل. وإن شاء الله. أول إشي، أكتر إشي مهم هو 600 قتيل يا أحمد في ممكن تعلي صوتك شوية بس، تعلي صوتك لو سمحت. صوتي مش واضح؟ طيب تمام. أول إشي الخبر المهم واللي يفرحنا إنه في 600 قتيل حاليا من الجيش الإسرائيلي، وفي أكثر من 2000 إصابة. الحمد لله التقدم صار قريب جدا من مدينة الخليل.